الجينات بتاعتنا بتستجيب لكل حاجة بنعملها أو بتتأثر بكل حاجة بنعملها. يعني مثلا ممكن لو حد بيشرب مشروبات غازية، بيشرب كحول، بيشرب سجاير، ده بيأثر على الجينات بتاعتنا بشكل كبير. لو حد بقى عنده سمنة ما بيلعبش رياضة، حد بيتعرض للشمس، احنا دورنا ان احنا نحاول نقلل فرصة حدوث المرض بان احنا نحافظ على اللايف ستايل بتاعنا، نقوم نقلل الفرص بتاعت حدوث المرض. ممكن ما نقدرش نمنعه بتاتا، ممكن نأخره، بتعتمد على عوامل كتير قوي، بس حفاظنا على اللايف ستايل بتاعنا بيحافظ على الجينات بتاعتنا. يعني ممكن حاجة مهمة جدا برضو من اللايف ستايل اللي بتظهر المرض المناعي بصورة سريعة غير الفيروسز والكلام ده، هو الاسترس. والاسترس هو العدو الأول للجهاز المناعي، والعدو الأول للجينات بتاعت الجهاز المناعي. يعني كل ما احنا بنتعرض لضغط نفسي وعصبي، كل ما بيحصل، مش هنقول على الجينات بتاعتنا بقى، على ما فوق الجينات اللي بيسموها epigenetics، وده بيأثر على الجينات بتاعتنا فبيسرع بحدوث المرض أو بيؤدي إلى المرض. دوري أنا كطبيب وراثة في الموضوع ده إن أنا أقدر إن أنا أتابع لو واحد اتعرض لضغط نفسي أو ضغط عصبي لفترة ما في حياته، فإحنا بنقدر إن إحنا نتابع، نعمل فحص جيني للعيان ده ونشوف التاريخ العيلة بتاعه والوراثة عشان نقدر نحدد مدى تعرضه أو هيقدر يتعرض لمرض مناعي، أو هو ممكن يشوف مرض مناعي في المستقبل القريب ولا لا.